بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله زي ما انتم عارفين انا بشارك اليوم بتاعي معاكم، فهخبز العيش بتاعي معاكم وما تملوش مني. طبعا العجين هو ونفس القعدة ونفس المكان يعني. طبعا يوم الخميس مش بعرف اصور يعني جنب الخميس حاجة تانية وكده، ان انا اعمل فيديوهات يعني تانية، لان برضو الخبيز يعني بياخد معايا وقت وكده، يعني مش زي ما بتشوفوا في الفيديو كده، يعني باخد يا دوب زي ربع ساعة او تلت ساعة مثلا الفيديو، لكن طبعا الخبيز والعجين ده مدة اطول من كده. فيعني مش ببقى مالكة ان انا اصور فيديوهات تانية طبعا. وزي ما انتوا عارفين برضو الايام دي ان في مدارس، فياسمين بتمشي بدري والعيال بتمشي بدري، ان مفيش حد يصورني، ان انا مثلا اصور عند البهايم مثلا او الطيور او كده. بس ان شاء الله برضو في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هصور عند البهايم على قد ما اقدر، هحاول اصور، وان شاء الله هتكون الفيديوهات متنوعة بصورة كبيرة. وحبايبي اللي نصحوني ان انا ما اقفش عن التصوير واقدم فيديوهات كل يوم، ان شاء الله ان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم، واقدم لكم كل اللي يعجبكم ان شاء الله، وكل اللي تستفيدوا منه ونستفيدوا مع بعض طبعا، لان زي ما بقدم حاجات انتوا كمان بتفيدوني بحاجات والله بتكون رايحة عن بالي وفعلا بستفيد منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فطبعا احنا خلاص بقينا عيلة واحدة وبقينا اهل وزي ما قلت لكم طبعا، وان القناة ديت مش بتاعتي، يعني القناة دي مش بتاعتي لوحدي، هي طبعا بعد ربنا الفضل ليكم انتوا في ان القناة ديت تقف على رجليها ان شاء الله، وان شاء الله بيكم انتوا هتكبر وهتبقى احسن قناة في الدنيا كلها ان شاء الله يا رب. يعني عندي امل كبير في ربنا ملهوش حدود، ان شاء الله القناة بتاعتي بيكم ان شاء الله هتكبر وهتزيدوا كمان وكمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا العجين بتاعي زي ما هو، يعني اللبن شوية لبن، أي شوية لبن عندي في البيت، سواء لبن رايب سواء لبن حليب. لو عندي خض بس طبعا زي ما انتوا عارفين أنا مش برجد اللبن البقري، فأنا برجد اللبن الجاموسي بس، ما عنديش خض، لأن طبعا زي ما انتوا عارفين إن الجاموسة ناشفة، ما فيش لبن يعني أرجده دلوقتي. فأنا اللبن بتاعي بتاع البهايم طبعا، العجول بتاعتي طبعا لسه بترضع، يعني في الفترة اللي احنا فيها ديت انا بحاول اقلل بقى شوية، يعني مش بديهم زي الاول، مش بديهم كمية لبن كبيرة زي الاول. يعني دلوقتي بحاول كل مادة كده او كل يوم يعني اقلل شوية، بحيث ان هم يتعلموا الاكل، يعني يفتحوا معايا في الاكل وياكلوا اكتر، يتعلموا الاكل يعني. وان شاء الله على بقى ما افطمهم يكونوا هم اتعودوا ان هم ياكلوا لوحدهم، ويعتمدوا على نفسهم، ما يبقوش محتاجين للرضاعة، ويقفوا طبعا ينعروا في الزريبة وكده. اللهم صل على سيدنا محمد. فانا دلوقتي يعني باخد شوية لبن كويسين يعني من البهاية، وبسيب بقى الباقي للعجول. فطبعا بعجن بلبن حليب الايام ده، عشان زي ما قلت لكم كده لا عندي خض ولا عندي لان الخض ده انا باخده من اللبن بتاع الجاموسة، فطبعا لسه الجاموسة ما ولدتش، فان شاء الله ربنا يقرب البعيد يا رب والخير يجي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وارجع تاني حبايبي اللي وحشهم حلب الجاموسة، ان شاء الله يا رب ان شاء الله على خير في اخر شهر 11 ربنا هيكون كريمها ان شاء الله، ويكون كل يوم نحلبوا الجاموسة مع بعض، وكل يوم نشيلوا اللبن مع بعض ونعملوا الجبنة ونعملوا الزبدة، وكل الخير ان شاء الله، كل الخير على وشوشكم والله العظيم ان شاء الله يا رب. طبعا عجنت بقى بشوية اللبن الحليب اللي كانوا عندي كده، لبن على مية وحتة الخميرة ومعلقة سكر ومعلقة ملح، مفيش اكتر من كده، زي ما انتوا عارفين العجين بتاعي يعني كل مرة. وسبته يا دوبك يعني انا ما سبته طبعا، ما قعدتش كده، قطعته على طول، بس انا كنت فصلت التليفون شوية، ان انا نزلت بقى اللهم صل على سيدنا محمد، يعني انا بعد ما بعجن بفطر عيالي وانزل بقى تكون البهايم فطرت، لان انا بحلب البهايم اول ما بقوم من النوم خالص، يعني بعد ما بصلي على طول الفجر بنزل على طول للبهايم بتاعتي احلبهم واطلعهم يفطروا واخش بقى على البيت من جوه. فدخلت عجنت
وفطرت العيال وطبعا ورحت نازلة بقى على ايه، على البهايم، عبال ما العيش بتاعي يخمر يا دوب ايه، خمران بسيط يعني يا دوب يستفتح في الخمر كده. نزلت زجيت البهايم بتاعتي. طبعا في الفترة ديت الجو بدأ يعني يبرد شوية او يسقع شوية، فخففت بقى، ما عدتش بحميهم كل يوم. يعني ايه مثلا، بحميهم كل اسبوع مرة، في الاسبوع مرتين بس كده مش اكتر. يعني اليوم اللي الاقي فيه الجو حار احمي فيه، ارش كده عليهم رشة المية برضو الخفيفة كده. لقيت الجو طراوة معايا مثلا او انا مش فاضي او حاجة، خلاص ما عدتش يعني بحمي زي الاول. طبعا في الصيف كان الجو حر جامد، لكن دلوقتي احنا عندنا هنا في مصر بدأ الجو يعني يرطب جامد، فكل مادة كده بحميهم مش كل يوم. فنزلت طبعا زجيت البهايم بتاعتي او شربتهم يعني، ودخلتهم بقى ايه، حطيت لهم سلاج وتبن في الزريبة ودخلتهم. ودخلت على العيش بتاعي بقى ايه، يعني بالكتير كنت عجنت العيش، وبعد ما عجنته يا دوب بنص ساعة بالظبط كنت قعدت عليه قطعته زي ما انتوا شايفينه كده ايه، الكور الصغيرة ديت يعني بحجم البيضة كده او البيضة الكبيرة يعني. وخدت بقى العجين بتاعي ونزلت عند الفرن برضو ان انا ايه اخبز العيش بقى معاكم في الفرن الفلاحي دهوت. حبايبي اللي بيقولوا لي ان انا رجعتهم للزمن الجميل، ربنا يا رب يحفظكم ويديم عليكم الخير، ويديم عليكم ويديكم يا رب العمر الطويل، اللهم امين يا رب، اللهم امين، يديكم العمر الطويل والصحة الجيدة يا رب، اللهم امين. إيه والله العظيم كلامكم بيفتح نفسي وبيشجعني والله العظيم انا عايزة اصور بدل الفيديو 10 في اليوم. وطبعا يعني إيه، يعني حياتنا مليانة يعني اللي احنا عايشينه كل يوم يعني، يعني في مواقف ياما تتصور وكده، بس طبعا زي ما انتوا عارفين يعني ان انا لوحدي وكده، فمش ايه، الظروف مش مساعداني ان انا اصور يعني عشان انا لوحدي. إيه، فمشجعين ان انا اصور وفاتحين نفسي والله العظيم وقلبي سعيد بيكم جدا يعني فوق ما تتخيلوا. إيه والله العظيم انا بستنى الناس اللي بتغيب عندي، يعني في ناس متعودة منها على التعليقات المميزة. طبعا تعليقاتكم عندي مميزة جدا يعني بتفتح نفسي. فبلاقي في ناس بتغيب عندي والله بأقلق لما ألاقي حد كان متعود إن هو بيخش ويعلق لي وفجأة ألاقيه كده غاب، والله بأقلق عليه، لأن اعتبرتكم كلكم أهلي وإخواتي والله العظيم. وربنا اللي يعلم إن اللي أنا بقوله ده هو والله العظيم من جوه قلبي، مش كلام وخلاص عشان أسجل فيديوهات وخلاص، وانتوا عارفين كده يعني. لو عايزة أسجل فيديوهات وخلاص والله العظيم هسجل ياما جو، لكن انا يمكن ده كمان اللي مخليني بسجل فيديوهات قليلة جدا، يعني ساعات ما يعني كمان مش بنزل فيديوهات كل يوم. ده لاني بصوا يعني مش بطلع الحاجة الا من قلبي. فكلامي ليكم ده هو مش عشان مشاهدات ان انتوا تخشوا وتشاهدوا لي او تعلقوا لي او الكلام ده هو، والله العظيم ما انا عايزة منكم غير الود مش اكتر. يعني كمان لو مش عايزين تبعتوا لي على القناة خالص او تعلقوا لي او تحطوا اللايك، والله العظيم يعني كفاية كلموني على الواتس. يعني كمان لو شوفوا لحد فين، يعني انا مش مستنية منكم والله العظيم غير الاخوة وغير ال المعروف اللي بينا بس، اللهم امين يا رب. مش عايزة من الدنيا يا رب غير حبكم ليا، حبكم اخوية. اللهم صل على سيدنا محمد. فيعني شوفوا لدرجة لو ما دخلتوش على القناة طمنوني على الواتس، ادخلوا لي وطمنوني اخباركم ايه وعاملين ايه. اخونا محمد ابو قمر ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. تعليقاته عندي من التعليقات المميزة جدا، وبسم الله ما شاء الله عليه وعلى كرمه في التعليق. ويعني لدرجة ان انا يعني مثلا في حاجة بتبقى غايبة عني في سواء تخص البهايم بتاعتي او اي حاجة الاقيه بينصحني بيها. فمهتم جدا، فربنا يا رب يشفيه. طبعا لما لقيته غاب عن القناة والله العظيم سألت عليه يعني، وبقيت مترددة يعني أنا مش عايزة أزعج حد فيكم والله العظيم، بس والله ده من باب الأخوية، يعني مش من باب التطفل على حد، والله العظيم ده من باب الأخوية. يعني شفتوا الأخت لما أخوها بيغيب عنها أو حد من أهلها بيغيب عنها بتبقى عايزة تطمن عليه، فأنا والله العظيم حبيت أطمن على أخواتي بس اللي بيغيبوا عني،
وأسأل عليهم، فعرفت منه إن هو كان تعبان وبقاله 6 أيام تعبان. طبعا ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا رب، اللهم امين، وينور الدنيا من تاني يا رب، وكل واحد يا رب، سواء ربنا يعني طبعا ربنا لما بيدينا حاجة ده طبعا نعمة من ربنا، بس والله احنا مش بنبقى واخدين بالنا منها. يعني سواء مرض او اي حاجة او فقر او ضيق في اي حاجة، والله العظيم بيبقى ده نعمة من عند ربنا، بس احنا مش واخدين بالنا من النعمة جاية من ناحية ايه بالظبط. فربنا يا رب يحفظ الناس جميعا، اللهم امين يا رب. ربنا يعز الاسلام ويعز المسلمين، وبهني اخواتنا الفلسطينيين طبعا على النصر اللي هم فيه، يا رب يديم النصر عليهم وعلى المسلمين جميعا يا رب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين يا رب. اللهم صلاة في المسجد الاقصى يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين يا رب. والله العظيم يا حبايبي، يعني انا شوفوا بخش الفيديو طبعا، انا مش بحضر كلام ان انا اقوله ولا اي حاجة، يعني لدرجة ان انا بخش معاكم في الفيديو وانتوا بتلاحظوا كده ان انا بتوه في الكلام، يعني من كتر يعني ان انا في حاجات ياما في قلبي عايزة اقولها وعايزة اطلعها ليكم. والله العظيم دماغي بتوه مني في الكلام. فانا طبعا لو محضرة او كاتبة ده مش هتوه كده، لكن انا طبعا بخش الفيديو زي ما هو اللي في قلبي بقوله، واللي بيجي على لساني هو اللي بقوله. فيا رب تشفي مرضانا جميعا يا رب، وحبيبتي دودو يا رب ربنا يشفي لها يا رب حفيدتها، اللهم امين، ويطمن قلبها عليها وعلى بنتها يا رب، اللهم امين. يطمن قلبها على بنتها وعلى حفيدتها يا رب، ويقوموا لها بألف سلام مجبورين الخاطر يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبتي سعاد ربنا يا رب يشفيك، وايديها طبعا كانت ايديها كانت اتكسرت، ربنا يا رب يشفيك ويعافيك ويديم عليكم الصحة جميعا يا رب. اتمنى اني يعني ما انساش حد فيكم، لكن والله العظيم يمكن حتى لو نسيت ان انا اذكر اسم حد، هو والله العظيم هو في قلبي. يعني بصوا، يعني انا ممكن لساني ينسى حد، لكن قلبي اقسم بالله ما بينساكم ولا لحظة. يعني حتى اليوم اللي بيعدي مش بصور فيه فيديو او مش بنزل فيه الفيديو، والله العظيم بتبقى حاجة نقصاني، لان انتوا خلاص انتوا بقيتوا جزء من عيلتي. يعني طبعا يعني ما كانش ده يزعلكم، طبعا بعتبركم اهلي وبعتبركم عيلتي التانية. يعني شوفوا، اي حد فيكم تعبان والله العظيم انا بتعب له، اي حد فيكم فرحان بشيء والله بفرح له. وطبعا وده بشوفه في تعليقاتكم ان انتوا بتفرحوا لي، يعني الفرح اللي انا بفرحه انتوا بتفرحوا معايا. ولما بكون في شيء مضايقني والله من غير ما بقوله، يعني في حاجات ياما انا مش ساعات يعني طبعا ما فيش حد فينا بيخلى طبعا، لان احنا مش ملايكة، يعني الامر مش بيستغنى طبعا ان الانسان يكون في شيء في قلبه حاجة مزعلاه. انا مش من النوع اللي بحب اتكلم ولا اقول على اي حاجة مزعلاني. بحس فيكم ان انتوا بتفهموني وبتعرفوا، سواء انا مبسوطة بلاقيكم مبسوطين لانبساطي، لما بأزعل بلاقيكم زعلانين من غير ما اقول والله العظيم. فربنا يا رب يديمكم في حياتي ويديم المعروف اللي ما بيننا يا رب، وتفضل الأخوة دي مدى الحياة، اللهم امين يا رب. والله العظيم اخويتي ليكم والله من غير اي مقابل. يعني مش هقول لكم بقى عشان اللايكات وعشان التعليقات والحاجات بتاعت اللي تخص القناة ديت. طبعا الاول تعليقاتكم ولايكاتكم ديت بترفع الفيديو على راسي من فوق طبعا، وانا عارفة ان هي يعني هتزود القناة بتاعتي وهتعلي في القناة بتاعتي. لكن والله يا حبايب قلبي ما عادت تفرق معايا القناة قد ما يفرق معايا حبكم انتم ووجودكم انتم في حياتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اختكم ام امير كده عمالة يعني ترغي ترغي ترغي، كله رغي رغي رغي، مفيش فصلان خالص. فأتمنى إن الرغي بتاعي ما يضايقكمش، وأتمنى من ربي إن كلكم تكونوا في خير وفي نعمة يا رب، زي ما أنا في خير وفي نعمة يا رب، اللهم أمين. الحمد لله طبعا على كل حال. حبايبي اللي طلبوا مني أنا مش ناسية والله العظيم، أنا عندي وعد وهصور في البيت. طبعا أنا قلت لكم إن أنا بنيت جزء من البيت وجزء ما بنيتهوش.
طبعا الجزء اللي ما بنتهوش ده يعني ما بنتهوش ليه بقى؟ عشان يعني ايه يعني الحمد لله على كل حال طبعا، فانا ما بنتهوش يعني لظروف مادية، بس ان شاء الله ربنا هيرزق وهبنيه وهتفرحوا معايا، وان شاء الله يعني على قد ما اقدر هطلع اصور ان شاء الله. لو عرفت الفيديو الجاي يكون تصوير فوق ان شاء الله اصور لكم وتشوفوا البيت إيه اللي بنيته إيه اللي ما بنتهوش. وان شاء الله يعني في امل كده وفي فرحة داخلة عليا ان انا ان شاء الله هبنيه. فان شاء الله يا رب هبنيه معاكم وهوريكم برضه، هعمل اكل الانفار معاكم. وبصوا يعني احنا مع بعض ان شاء الله على طول، ومش عارفة اقول ايه والله، بس انتوا حاسين باللي في قلبي واللي انا عايزة اقوله. بصوا المفروض انا اخش اسكت، اخش الفيديو كده ساكتة، عارفة ان انتوا حاسين بيا، وعارفة انتوا عارفين انا هقول ايه. فكلامي والله العظيم كلامي ورغي ده ملهوش اي لازمة. بس هو من باب ايه، من باب يعني مش عارفة يعني، من باب ان انا بدردش معاكم مش اكتر والله العظيم. طبعا ولو الفيديو صامت يعني ممكن هتزهقوا، يعني هيبقى الفيديو ساكت كده، فايه لا خلينا نتكلموا مع بعض، يلا اديني بصدع فيكم وانتوا تستحملوني. وعارفة ان حبايبي مستحمليني والله العظيم، وعارفة ان القناة بتاعتي ممكن يكون فيها اخطاء ياما في سواء في التصوير او في حاجات ياما، بس عارفة ان انتوا مقدرين ده، وعارفين ان وعارفة ان انتوا يعني حابيني كده زي ما انا كده. فربنا يا رب يديمكم في حياتي ويزيدكم كمان وكمان، وعيلتي تكبر كمان وكمان وكمان بيكم يا رب، اللهم امين. طبعا العيش بتاعي اهوت بخبزه معاكم اهو، بيطلع جابب وكل حاجة بقى، يعني هو طري بس بيطلع جابب، فانا بحطه بقى على بعضه كده. وباجي طبعا في الاخر بعبيه في اكياس وهو سخن زي ما هو، فبيفضل يعني بيكون يا دوب ايه اتهوى حاجة بسيطة كده عبال ما بخلص خبيز، يعني بيكون ايه اتهوى في الطبق اللي انا حاطه فيه ده. هو طبعا دي كروانة كبيرة يعني واسعة زي الطشت كده، فهي ايه العيش متفرد فيها، هو طري ومتفرد فيها، فاللي هو مش بيسخسخ بقى على بعضه او بيعجن مني على بعضه او بيعرج على بعضه او كده، لا بيبدأ يتهوى معايا. فعبال ما بخلص الخبيز بتاعي بقى اعبيه بقى في الاكياس بتاعته يفضل طري. طبعا باخد كمية صغيرة اسيبها بره، والباقي بحطه ايه في التلاجة، عشان طبعا زي ما انتوا عارفين كده يعني انا ممكن بخبز كل اسبوع او كل 4 ايام، فالعيش يستحمل ويعيش معايا. والله هو لو بره برضه مش هيسيبوا اي حاجة، لان المدة مش كبيرة ولا حاجة، وطبعا احنا داخلين على جو ساقعة، فممكن بعد كده مش هيحتاج تلاجات ولا اي حاجة. بس انا من باب الحرص يعني بسيب مثلا كيس على قد الاكل كده بره، والباقي بحطه ايه في اكياس كده واحطه في التلاجة، يعني من باب ايه الحرص يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا كنت حاطه بتنجانه برضو جنب مني في الفرن كده بتتشوي، مش عارفه انا طلعتها ولا لسه، متهيألي لسه يعني، ايوه متهيألي لسه ما طلعتهاش من الفرن. فبرضه بشوي البتنجانة جنب مني كده. طبعا كل مرة كنت بشوي سمك او بعمل برايم، النهاردة صراحة ما عملتش حاجة خالص، انا خبزت العيش بس. ما عملتش النهاردة سمك ولا اي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني شايفين العيش بيطلع جابب خالص اهو، وبحطه على بعضه، يعني شوفوا يعني كمان بحط بتكة بايدي كده عليه، العيش طري بيلين خالص تحت ايديا اهوت. يعني بصوا خدوا بالكم كمان من الرغيف اللي في ايدي اهو، والله بسم الله ما شاء الله. طبعا العيش ده مش تخين ولا اي حاجة خالص، العيش ده رهيف جدا، يعني بصوا زي ورقة الكراسة. العيش ده انا بنبططوه والله العظيم زي خفيف زي ورقة الكراسة بالظبط. فبسم الله ما شاء الله العيش ده يعني اللي ياكل منه مش هيشبع من اكله خالص، يعني اكله جميل جدا، وحاجة معمولة بلبن ومعمولة اللهم صل على سيدنا محمد، حاجة معمولة كده باللبن وحاجة بيتي كده أكل بيتي، فطبعا ريحته بس كفاية جايبة آخر الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فهو خفيف العيش خفيف يعني، ففي الأكل جميل يعني والله العظيم، يعني معظم الوقت يعني بسيب الرز وناكله عيش كمان، عشان كده بأخبز كميات كمان كبيرة. طبعا البتنجانة بتاعتي هي بدأت برضو اطلعها هي مشوية كده جنب مني برضو، ما خسرتنيش حاجة برضو، ولا وسخت البوتاجاز ولا حاجة، ادم الفرن شغال معايا اهوت.
باجيب اللي أنا عايزة أعمله كله معايا في الفرن. ما الفرن مش شغال باعمل جوه على البوتاجاز يعني وكده. أتمنى إن الفيديو يعجبكم، وأتمنى إن ما أكونش تقيلة على قلوبكم، وأتمنى إن تكونوا حابيني زي ما أنا حباكم. فإن شاء الله يا رب أشوفكم على خير. طبعا اللي ما حطش اللايك والفيديو عجبه يا ريت يحطه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.